السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا الأبطال، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. نستكمل مع بعض الأجزاء اللي باقية في جزء يا شباب النباتات الزهرية، عشان بقى إن شاء الله ما حدش ينسى. إن شاء الله بإذن الله عايزين بعد ما نخلص بقى الأسئلة الجميلة دي نعمل بقى امتحان محترم بإذن الله تعالى. ما الذي يميز عملية التلقيح كما تظهر بالرسم؟ ركز على الرسمة. ما شاء الله، قال لك دي زهرة مذكرة يبقى عندها حاجة اسمها حبوب اللقاح. فجأة حبوب اللقاح قامت سقطت من الزهرة دي وراحت على الزهرة دي. أهم حاجة إن الوردتين على نفس النبات. أنا قلت لك قبل كده ده كده اسمه إيه؟ تلقيح ذاتي، وبالتالي الإجابة هتبقى ب ذاتي للنبات. السؤال اللي بعده. تم إجراء تجربة لدراسة تركيز السكروز على معدل نمو حبة اللقاح لنوعين من النباتات، في نبات إكس ونبات واي، وتم تسجيل النتائج كما هي موضحة بالشكل. ما الذي تستنتجه من خلال دراستك للرسم يا دكاترة؟ ركز معايا. لو جينا وقفنا عند النقطة دي، وليكن دي النقطة اللي فيها السكروز 15%، واطلع معايا لفوق كده، هتلاقي لما كان تركيز السكروز 15%، معدل نمو النبات واي كان أعلى حاجة في حبة اللقاح، والنبات اكس برضو كان اعلى حاجه في حبه اللقاح. يبقى عند تركيز معين لما كان السكروز 15%، كان النمو بتاع واي والنمو بتاع اكس كان اعلى حاجه. طب لما بقينا 20، انا شايف ان النمو عمال يقل. طب 30 عمال يقل، وبالتالي نقدر نقول ان الاجابه هتبقى ج. اعلى معدل للنمو يكون عند تركيز كام؟ 15. طب لو زاد عن 15 ابتدى التركيز يقل. طب يقول لك زياده التركيز السكروز تسبب زياده مستمره، اقول له لا، ده عندي مين بس؟ 15%. من بعد 15% ابتدى التركيز يقل، وبالتالي عشان كده مش هختار ألف، هختار ج. السؤال اللي بعده. ما الحرف أو الأحرف التي تشير إلى مسار حدوث التلقيح الذاتي؟ يعني إيه تلقيح ذاتي؟ يلا تعالى نفتكر كده مع بعض. سقوط حبة لقاح من متك زهرة إلى ميسم نفس الزهرة، أو زهرة اخرى. اهم حاجه على نفس ايه يا معلم؟ على نفس النبات. تعال نقرا كده. بص لي على ايه، هنا ده جت من الموتوك اهي وقامت رايحه على الميسم. حلو، يبقى ده ذاتي. طب بص لي على بي. انا شايف ان بي جت من الموتوك وراحت على الميسم، ولكن بتاع زهره اخرى اهو، بس على نفس الايه؟ النبات. يبقى ده برضو ذاتي. انما سي يا ولاد، ده سي ماشي. انا شايف ان الورده طلعت حبوب اللقاح من الموتوك وراحت على الميسم، ولكن على نبات تاني تاني خالص مختلف عنه، وبالتالي سي نكتب عليها تلقيح خلطي. يبقى هو بيسأل هنا عن الذاتي. طبعا الذاتي اللي هو مين؟ ها، A و B. يبقى الإجابة هتبقى د اللي هي مين؟ A و B. ركز معايا في السؤال اللي بعده. حدد أي العبارات التالية صحيحة. الافراد الناتجه من التلقيح بي اللي هو الذاتي هي الاكثر تنوع. يا عم ده تلقيح ذاتي، وبالتالي المفروض تبقى اقل تنوع، يبقى دي مش معانا. التلقيح ايه؟ تم بمساعده الحشرات. هو ما جابش سيرتها، ما جابش سيره الحشرات. هو في تويج، بس ده تلقيح ذاتي عادي لان مستوى الموتك اعلى من الميسم. يبقى هنا ليه؟ لان الموتك كان اعلى من الميسم. طب بص لي على جيم كده. التلقيح سي ينتج عنه التكاثر الاعلى في التكلفه البيولوجيه. هو ده فعلا. يعني ايه تكلفه بيولوجيه؟ من الاخر كده يعني تنوع يا ولاد، وبالتالي الاجابه هتبقى طبعا جيم، لان ده جه من نبات على نبات تاني خالص، فحصل تنوع شبه التكاثر الجنسي كده اللي كان بيحصل فيه ايه؟ تنوع. السؤال اللي بعده. اذا علمت ان النباتات الزهريه المعدله وراثيا باستخدام الدي ان اي معادله الاتحاد، طبعا الدي ان اي معادله الاتحاد ده هنشرحه بعدين ان شاء الله في الباب الاخير، المهم يعني. إذا علمت أن النباتات الزهرية المعدلة وراثيا لمقاومة الحشرات ينتج عنها مقاومة الكربلة لإنبات حبة اللقاح. مقاومة الكربلة لإنبات حبة اللقاح. هو مين يا جماعة اللي كان بيعمل إنبات في حبة اللقاح؟ والله يا ابني حبة اللقاح دي كان عندها نواة مولدة ونواة أنبوبية. النواة الأنبوبية دي هي اللي كانت بتعمل الإنبات، وكانت بتخترق القلم والميسم وتعدي على المبيض. طب سؤال بقى، تخيل بقى معايا انا خلاص مش هعمل انبات، يبقى سبب التغير ايه فعلا؟ ان النواه الانبوبيه باظت. يبقى تظبيط عمل النواه الانبوبيه. اكتب جنبها كده: فلن تتكون انبوبه اللقاح. الانبوبه ما اتكونتش، يبقى ما فيش اخصاب، يبقى احنا رحنا في داهيه. حلو قوي. 357. الشكل المقابل يعبر عن تركيز الايثايلين في احد النباتات الزهريه. اذا علمت ان الايثايلين، شفت خلي بالك هو مش ينفع يجيب لك بقى في امتحان اخر السنه كلمه ايثايلين ويسالك، لازم يقول لك اهو اذا علمت، يديك عنه نبذه. اذا علمت ان الايثايلين هو هرمون يساعد على نضج الثمره، ما تكملش.
ثمرة بتساوي مبيض بتساوي تلقيح، وبذرة بتساوي بويضة بتساوي إخصاب. بس خلاص نضج الثمار، يبقى ده طبعا عملية التلقيح، يبقى الإجابة ب. من خلال دراستك للشكل المقابل أي العبارات التالية صحيحة؟ تمام. من خلال دراستك للشكل المقابل أي العبارات التالية صحيحة؟ حلو، وريني كده. العبارة رقم الأولى، العملية 3. فين 3 يا دكتور؟ 3 أهي. تعالى كده نكبر الصورة شوية ونبص مع بعض، ركز معايا. يلا يا عم. أنا شايف إن في العملية 3 ما شاء الله انتقلت أو حصل تلقيح. حصل تلقيح، وكان التلقيح من المتك الى الميسم في نفس الوقت اهو. يبقى ده كده تلقيح ايه؟ ذاتي. طبعا شرط حدوث التلقيح الذاتي هو نضج المتك والميسم في نفس الوقت. نضج المتك والميسم في ايه؟ في نفس الوقت. يبقى طبعا هنا الاجابه واضحه، الاجابه هتبقى يا شباب ايه؟ الف. العمليه 3 يشترط لحدوثها نضج المناسل في نفس الايه؟ في نفس الوقت. السؤال اللي بعده، أي الأسهم على الشكل المقابل تمثل الاتجاهات الغير صحيحة؟ عايزك تختار العبارات الغير صحيحة. تعال نبدأ الأول كده، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا عارف إن طبعا يا جماعة حبوب اللقاح بتنتقل من المتك إلى الميسم وليس العكس، يعني العكس ده ما بيحصلش. طب بص لي على رقم 3 كده، أنا بدأت من الميسم ورايح للمتك، يبقى 3 غلط. طب بص لي على رقم 7 كده، المتك ينفع يبعت للميسم وهو مستواه قليل، يبقى كده ده تلقيح ايه؟ ده تلقيح ايه؟ ده تلقيح خلطي، ما يصحش، ما ينفعش. يبقى رقم 7 ما تنفعش. ليه ما ينفعش اعمل تلقيح ذاتي بالشكل ده؟ لان يا جماعه مستوى المتك هنا اقل من الميسم، يبقى 7 غلط و3 غلط. طب بص لي على واحد كده، من المتك الى الميسم صح، 2 من المتك الى الميسم صح، 4 من المتك الى الميسم صح، 5 من المتك الى الميسم، 6 من المتك الى الميسم، يبقى كلهم ينفعوا ما عدا رقم 3 و7، وبالتالي الاجابه هتبقى 3 و7. السؤال اللي بعده، ما وجه الاختلاف بين الظاهرتين يا شباب ألف وب؟ ما وجه الاختلاف بين الظاهرتين ألف وب؟ هنا مستوى المتك أهو أعلى من الميسم، يبقى ده تلقيح ذاتي. هنا مستوى المتك أقل من الميسم، يبقى ده تلقيح خلطي. تمام، وبالتالي الإجابة هتبقى ألف. مختلفين في نوع التلقيح طبعا نوعين، واحد اسمه التلقيح الذاتي والتاني اسمه التلقيح الإيه يا شباب؟ الخلطي، وهم مختلفين في النوعين. ادرس الرسم المقابل الذي يوضح حجم وريقات محيطين ذري. خلي بالك ده دور تاني اهو، دي العيال السقطه، لاربع ازهار مختلفه. ما الرقم الذي يشير للزهره التي تلقح بواسطه الحشرات؟ يعني هو بيتكلم عن زهره بتعمل تلقيح خلطي بالحشرات. تلقيح خلطي بالايه؟ بالحشرات. حشره يبقى في ورق ملون، الورق الملون اسمه ايه؟ تويج. تويج يعني ايه؟ قلنا بيتلات. تويج يعني ايه؟ بيتلات. معلش عشان تفكرني بس، هو الكأس يعني ايه؟ كأس بالسين كان اسمها السبلات، انما التويج يعني ايه؟ بيتلات. طب انا عايز تلقيح بالحشرات يعني ورق ملون يعني بيت اللات. مين اكتر واحده هي ولاد بالازرق اهو عندها بيت اللات؟ انا شايف ان الورده رقم 4، وبالتالي هنا الاجابه طبعا هتبقى ايه الاجابه؟ د، اللي هي رقم كام؟ رقم 4. الشكل التخطيطي المقابل يوضح بويضه ناضجه في نبات زهري. بويضه ناضجه. ما اسم التركيب الذي يتكون بعد اندماج احدى النواتين الذكريتين مع الجزء 2؟ طبعا الجزء 2 دول اللي هم النواتان القطبيتين. النواتين القطبيتين لو اتحد معاهم النواة الذكرية اللي هو بيقول عليها يا شباب كان نون مع نون مع نون، كان بيكون نسيج عبارة عن 3 نون. حد فاكر اسمه ايه؟ اسمه نسيج الاندوسبيرم. وبالتالي كده انا هدور على الإجابة اللي فيها نسيج الاندوسبيرم، يبقى يا إما ألف يا إما ب يا إما د بالشكل ده. تمام. هو عايز يبقى، وبقول لك اذا كان عدد الكروموسومات في نواه حبه اللقاح 20، يعني نواه حبه اللقاح النون كانوا بيقول لك النون ب 20، يبقى هو الاندوسبيرم ده كام نون؟ 3 نون، يبقى 3 في 20 بكام؟ ب 60. يبقى انا هختار اندوسبيرم و60 اهو، اندوسبيرم و60. الاجابه هتبقى مين؟ الاجابه هتبقى ب. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل يوضح إحدى العمليات الحيوية داخل بويضات نباتات البسلة. تحتوي الخلايا الجسدية لها على 14 كروموسوم. طبعا يعني الاثنين نون ب 14 كروموسوم، يبقى النون بكام؟ النون بسبعة، المهم يعني. ثم استنتج، يبقى انا كده عرفت ان النون دي بسبعة، يبقى دي نون. يبقى دي كده 2 في 7 ب 14، يبقى دي 2 نون. 3 في 7 21، يبقى ده 3 نون. يعني 21 دي نقصد بيها نسيج الاندو ايه؟ الاندوسبيرم 3 نون. وال 14 دي نقصد بيها مين؟ البذره، اللي هي البذره كام نون؟ 2 نون. وبالمناسبه الرسمه دي انا رسمتها لك في الحصه قبل كده. عايز يبقى ما العمليه الحيويه التي يعبر عنها A و B؟ اهو A و B، بص بص كان معانا 7 و7 اتحدوا مع بعض، 7 و7 طلعوا لي كام؟ 14. يعني نون ونون اتحدوا مع بعض عملوا لي كام نون؟ 2 نون.
طب بي، عندي نون ونون ونون، سبعة 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 اتحدوا مع بعض، 3 في 7 بكام؟ ب 21. يبقى دي كده كونوا الاندو ايه؟ الاندوسبرم. العمليتين مع بعض اسمهم ايه يا ولاد؟ كنا بنسميهم الاخصاب المزدوج. يبقى هنا الاجابه طبعا هتبقى ايه يا جماعه؟ الاجابه الف، اللي هي الاخصاب الايه؟ المزدوج. تمام. اللي بعده. ادرس الرسم المقابل والذي يوضح احدى العمليات الحيويه داخل بويضات نبات البسله. حلو. كم عدد الانويه المولده اللازمه لاتمام العمليه الحيويه؟ طبعا اولا العمليه دي لسه قايله فوق اسمها اخصاب ايه؟ اخصاب مزدوج، لسه شارحها في الرسمه اللي فوق. اخصاب المزدوج ده محتاج ايه؟ محتاج اتنين نواه ذكريه. طب هما الاتنين نواه ذكريه دول جايين من كام نواه مولده؟ نواه مولده واحده. ما النواه المولده كانت بتعمل انقسام ميتوزي وتطلع اتنين نواه ذكريه. يبقى هنا الاجابه تبقى نواه واحده، واكتب على كده النواه المولده الواحده. عدد الأنوية التي تشارك في تكوين قرن بسلة به 5 بذور. والله يا ابني أنا قلت لك قبل كده إن البذرة الواحدة كانت محتاجة 5 أنوية. حد يفكرني مين هما؟ اتنين ذكرية، واتنين قطبية، وواحدة اسمها نواة البيضة. يبقى دول 5. الواحدة محتاجة 5، يبقى الخمسة محتاجة كام؟ ما لقيت كان قبل كده قانون بيقول إن عدد الأنوية يساوي عدد البذور في 5، يساوي 5 في 5 تطلع كام؟ 25. وبالتالي الإجابة هتبقى ج 25. الأسئلة كلها مكررة والله. يتشابه الكيس الجنيني في مغطاة البذور مع نقط في الصراخص. حلو. الكيس الجنيني ده اللي كان جواه البويضة الناضجة، صح كده؟ امم زي بالظبط الارشيجونيا. الارشيجونيا كان جواها بويضه برضه اهي، كان دي رسمه الارشيجونيا في الصراخص اهي، كانت بالشكل ده، خلايا اهي، وجواها مين دي؟ البويضه. وبالتالي الاجابه طبعا هتبقى ب الارشيجونيا يا ولاد. السؤال اللي بعده. الرسم المقابل يوضح قطاع طولي في احدى الازهار. ما عدد البذور التي تحتوي عليها الثمره الناتجه عند انبات 3 حبوب لقاح فقط؟ بص يا ولاد، عدد حبوب اللقاح يساوي عدد البذور يساوي عدد البويضات، وده قانون حفظ صم. هو بيقول لك انا عندي 3 حبوب لقاح، يبقى كام بذره؟ 3 يا عم، 3 يا عم. طب لو قال لك كام بويضه؟ قول له 3 برضه. ماشي. السؤال اللي بعده. ادرس الشكل المقابل الذي يوضح قطاع عرضي في احدى الثمار. كم عدد الانويه الذكريه المشاركه في تكوين هذا الجزء من الثمر؟ اولا يعني تعالى نعد الاول معاك كام بذره بس. اهو، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. الرسمه دي فيها 12 بذره. والله يا ابني البذره الواحده، هو عايز ايه؟ عدد الانويه الذكريه المشاركه في تكوين هذا الجزء من الثمره. طبعا عشان نعمل اخصاب كنا بنستخدم 2 نواه ذكريه، 2 نواه ذكريه، نواتان ذكريتين. يبقى عدد النواه الذكريه يساوي عدد البذور في 2. قانون اهو. 2 في 12 بكام؟ ب 24. طب كم عدد الأنوية المشاركة في تكوين هذا الجزء من الثمرة؟ خلاص بقى احنا قلنا بقى، لو قال لك احسب عدد الأنوية، قلنا لسه قايلين في المسألة اللي فوقها بضرب عدد البذور في كام؟ في 5، لأن كل بذرة محتاجة 5. يبقى 12 في 5 تطلع كام؟ 60. يبقى أنت تحفظ القانون ده وتحفظ القانون ده وتطبق على أي مسألة، وبالتالي الإجابة هتبقى ألف، الإجابة 60. ادرس الشكل المقابل ثم أجب. ما هو أقل عدد من الانقسامات الميوزية اللازمة لتكوين الثمرة الموضحة بالشكل الذي أمامك؟ سؤال ده اكتب عليه كده سؤال امتحان VIP، مهم جدا 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 جدا، ركز معايا. مسألة زي كده جات لي، أنا أفكر فيها إزاي وأحلها إزاي؟ مبدئيا أنا معايا 16 بذرة. حلو. يبقى أنا محتاج 16 حبة لقاح ومحتاج 16 بويضه. انا شفت انا بفكر زيك اهو. مش المساله دي فيها عد كده؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. دول 16 بذره قشطه. يبقى انا محتاج 16 حبات لقاح و16 بويضه. هو عايز ايه؟ عايز الميوزي. هحتاج كام ميوزي؟ واحده واحده بقى ونفكر مع بعض كده بما يرضي الله. هو الميوزي الواحد بيطلع كام حبات لقاح؟ 4. حلو. وانا محتاج كام؟ مش انا محتاج 16؟
يبقى لو انا محتاج 16 حبايه هعمل كام ميوزي؟ شفت يا ابني؟ شفت التفكير يا ابني؟ واحده واحده. الميوزي الواحد اهو بيطلع 4 حبوب لقاح. يبقى وانا محتاج 4 ولا معايا ولا محتاج 16؟ 16 اهو، 16 حبه. يبقى ال 16 حبه دول هيعملوا كام ميوزي؟ وش طرفين في ايه؟ في وسطين. قسم 16 على 4 تطلع 4. حلو. يبقى انا كده عشان اطلع 16 حبه لقاح محتاج 4 ميوزي. جميل. طب يلا، في البويضه الميوزي الواحد بيعمل بويضه واحده. حلو. وانا محتاج 16 بويضه، يعني محتاج 16 ميوزي. يبقى هنعمل هنا 16 ميوزي. 16 زائد 4 كام؟ 20، وبالتالي الاجابه 20. حلو. يبقى انت عيد بقى الحته دي في الفيديو واسمعها كذا مره. اي مما يلي يمثل الانويه التي تشارك في عمليه الاخصاب. خلاص بقى، رقم واحد دي نواه مين؟ البيضه. البيضه دي اللي كانت بتتحد مع النواه الذكريه. ودول رقم ثلاثه دول مين؟ النواتان القطبيتان اللي كان برضه بيتحدوا مع النواه الذكريه. يبقى دي كده نواتان قطبيتان، وبالتالي كده الإجابة هتبقى 1 و3. كده الإجابة هتبقى ج. بدي كده 1 و3. ودي هتبقى 20. من هم ال 20؟ 4 ميوزي عشان حبوب اللقاح، و16 ميوزي عشان البويضة. اجمعهم على بعض كده هيطلعوا كام؟ هيطلعوا 20 إن شاء الله. السؤال اللي بعده 370. يلا يا عم، كام بذرة دول؟ اها، ادي بذرة، اتنين، تلاتة. طلع البيانات من غير ما اقرا السؤال. انا معايا تلات بذور. معايا كام بذره؟ ثلاث بذور. يلا يا ولاد، البذره الواحده محتاجه نواتين ذكريتين. يبقى 3 في 2 بكام؟ ب6. يبقى انا هحتاج 6 انويه ذكريه. 6 انويه ذكريه. طب يلا، انا معايا 3 بذور، يبقى معايا 3 بويضه. يبقى معايا 3 حبوب لقاح. شفت من غير ما اقرا السؤال؟ 3 بذور يبقى 3 بويضه، يعني 3 حبوب لقاح، يعني 6 نواه ذكريه. بضرب في 2. هو الاجابه طبعا هتبقى ج اهو. 6 ذكريه، 3 بويضات، وده مبيض ايه واحد، لان انا عندي غلاف واحد اهو. الغلاف ده كده اسمه ايه؟ اسمه المبيض. يبقى اللي بره ده اسمه ايه؟ المبيض. ماشي. اي ممال يمثل مصير الخلايا س وصاد وعين ولام. س دي نواه البيضه. البيضه دي بتكون مين؟ الجنين بتاعنا. حلو. طب صاد دول الخليتان المساعدتين بيتلاشوا. يبقى انا عايز اختار ان س جنين. يبقى ده كده مش معانا، وده مش معانا. يبقى الاجابه يا اما دي يا اما دي. حلو. ودي بتتلاشى ودي بتتلاشى. طب عين، عين دول نواتين قطبيتين بيكونوا مين يا ولاد؟ الاندوسبيرم. خلاص، يبقى دي مش معانا. يبقى الاجابه هي دي. الاجابه ايه؟ الاجابه دي. شفت انا بفكر في السؤال ازاي؟ ماشي. عدد حبوب اللقاح اللازمه لتكوين ثمره. ثمره خوخ. الخوخايه فيها بذره، والبذرة بتساوي البويضة بتساوي حبوب اللقاح. اللعبة بقت مقفوشة. خلاص. هيقول لك المرة الجاية ثمرة المانجا، قول له المانجاية فيها بذرة، وبذرة يعني بويضة، وبويضة يعني ايه؟ حبوب لقاح. لو انا محتاج 1 بذرة يبقى محتاج 1 بويضة، يبقى انا محتاج 1 حبوب لقاح. وبكده يبقى الإجابة ايه يا دكاترة؟ الإجابة هتبقى ألف. اللي انا عملته ده. ثانية واحدة. يبقى الإجابة ايه؟ الإجابة ألف. السؤال اللي بعده أي الأجزاء الزهرية تمثل مكان عمل النواة الأنبوبية؟ والله يا ابني، ده الميسم وده القلم. النواة الأنبوبية دي كانت بتخترق الميسم وتخترق القلم. بص كده على الرسمة دي هتلاقي أنبوبة أهي قامت خارمة الميسم والقلم. يبقى الإجابة هتبقى ب. دي طبعا شغالة على البويضة؟ لا. دي برضو نفس الفكرة جوه؟ لا. أنا عايز حاجة تشتغل من قدام الموتوك؟ لا. أنا هشتغل على مين؟ هشتغل على الميسم أهو. ماشي. السؤال اللي بعده اي مما يصف ثمره البيتنجان. بص يا ابني، اي ثمره تقابلك في الدنيا قول عليها ثمره حقيقيه، ما عدا التفاح والكمثرى. دول عباره عن ثمار ايه؟ كاذبه. ما الثمره التي تختلف في النوع؟ اكيد دور على التفاح والكمثرى عشان ثمره كدابه. واكتب جنب دي كمثرى يا عم. يبقى ده تفاح اهو، واكتب جنبه كمثرى. الرسم المقابل يوضح نوعين من الثمار س وصاد. ما وجه الاختلاف؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، انا شايف ان دي فيها ايه؟ بذره واحده. انما دي بص ادي بذر 2 3 4 5 6 فيها بذور بالهبل. الطماطم فيها بذور كتير، الطماطميه فيها بذور كتير. يبقى هنا في بذور كتير. يعني بذره، قلنا بذره واحده يعني بويضه واحده يعني حبايه لقاح واحده. بذور كتير يعني بويضات كتير يعني حبوب لقاح كتير. يبقى دول مختلفين في عدد البويضات. طب واحد يقول لي عدد المبايض. مبايض ايه يا عم؟ ما هو ده مبيض واحد اهو وده مبيض واحد اهو. يبقى المبيض ده اللي هو الثمره. دول 3 طماطمات ودول 3 فخات. يبقى المبيض واحد. انما الفكره في مين يا باشا؟ الفكره في عدد البويضات. وبالتالي الاجابه هتبقى ب. السؤال اللي بعده ادرس الشكل المقابل. ما شاء الله ما شاء الله، انا شايف ان دي كده يا شباب عباره عن كمثرى. يا كمثرى يا خوخاء يا قصدي تفاحيه. وانا قلت ان الكمثرى والتفاح ثمره ايه؟ كاذبه. ما شاء الله، انا شايف ان فيها بذر. حلو. بذره يبقى تلقيح
مع إخصاب. طب لو رسم لك تفاحية ما فيهاش بذر، قول لي يبقى ده تلقيح وبدون إخصاب. حلو، طبعا دي عبارة عن ثمرة كاذبة وفيها تلقيح وإخصاب، يبقى الإجابة هتبقى إيه؟ ب، كاذبة وناتجة عن حدوث إخصاب. ليه يا دكتور إخصاب؟ كلمة إخصاب يعني إيه؟ بذرة، وأنا شايف إن الثمرة دي فيها بذور. ادرس الرسم المقابل. ما تأثير تثبيط الأكسينات؟ طبعا احنا قلنا يا جماعة في نباتات اسمها النباتات الحولية، ودي كانت بتطلع مرة واحدة في السنة بسبب تثبيط الأكسينات. نتيجة إيه يا ولاد؟ تعطل النمو الخضري. يبقى لو الأكسينات وقفت مفيش نمو، يبقى الإجابة هتبقى إيه بقى؟ الإجابة هتبقى ج، توقف النمو الإيه الخضري. ادرس الأشكال المقابلة الذي يوضح قطاعا طوليا في ثمرة التفاح. ثمرة التفاح يا ولاد يتشحم فيها جزء غير مبيضها. يعني مين بيكبر فيها؟ التخت. حلو. لو انا بصيت على الرسمه دي، المبيض ما شاء الله بيكبر اهو، والرسمه دي المبيض موجود، والرسمه دي المبيض موجود. انما بص بص هنا الرسمه دي إيه اللي حصل؟ شايفين التخت ده؟ التخت هل لف حوالين الرسمه كلها؟ لا. طب بص التخت هنا، هل لف حواليها؟ لا. طب بص التخت هنا، هل لف؟ لا. انما هنا بص بص يا ولاد التخت ده، بص التخت ده كبر ازاي، كبر ازاي. ده التخت الاخضر ده شايفينه، شايفينه هو اللي لف حوالين البويضه عشان عمل ثمره مين؟ التفاح. يبقى ده ثمره كاذبه يتشحم فيها مين؟ ها؟ التخت. وبالتالي الاجابه هتبقى الاجابه ج. الشكل المقابل يوضح قطاعا عرضيا في احدى الازهار. ما المحيطات التي تتحلل جميع اجزائها في ثمره القرع؟ ثمره القرع اولا هي ثمره، يعني مين بيتبقى؟ المبيض. وعشان هي قرع فكان بيتبقى فيها ورق التويج. حلو، اللي بره ده مين؟ كأس. يبقى الكأس ايه؟ الكأس هيتحلل اهو. حلو، يبقى الكأس اللي هو مين؟ ايه ده هيتحلل اهو. طب بي التويج؟ لا التويج ده هيفضل كأس تويج. طب سي ده مين؟ طلع، الطلع هيتحلل. طب دي ده المبيض، المبيض هيفضل موجود عشان يعمل الثمره. يبقى اللي هيتحلل مين ومين؟ الاي والسي. مين الاي والسي؟ يبقى الاجابه هتبقى ج. الاي اللي هو الكأس والسي اللي هو الطلع، لان هي بيتبقى فيها حاجتين، المبيض والتويج. من الشكل المقابل ما التركيب الذي لا يمكن رؤيته في ثمار الرمان والقرع بعد تكوينها؟ طبعا يا جماعه الرمان والقرع طبعا بيتحلل فيهم اولا التركيب واحد، ده مين؟ السوداء. لا السوداء بنشوفها عادي في الرمان. التركيب اتنين التويج، التويج بنشوفه في القرع. التركيب تلاتة ده ايه التلاتة ده؟ مشاور على ايه يا ولاه؟ ده الكأس، الكأس بنشوفه في الرمان. التركيب أربعة، لا ده بيتحلل، التركيب أربعة ده بيتحلل اللي هو الميسم والقلم. يبقى كده الإجابة هتبقى دال. ده كده دال. يبقى خلي بالك إن الرمان بيتبقى فيه حاجتين، الكأس والسودان. والتويج بيتبقى فيه وإيه اللي أنا بكتبه ده؟ سوري. والقرع بيتبقى فيه حاجتين، المبيض طبعا عشان ده سمرة، وأكيد الرمان فيه مبيض يعني عشان السمرة. ومعانا ورق اسمه ورق مين؟ التويج. ماشي. الشكل بين المقابل يعبر عن عدد حبوب اللقاح اللازمة لتلقيح 3 أصغار من نباتات مختلفة بحيث يتم إخصاب جميع البويضات. إخصاب يعني إيه؟ أنا محتاج نواتين ذكريتين في كل واحدة، مهم يعني. ادرسه جيدا ثم حدد أي الخيارات التالية تمثل س وصاد وعين على الترتيب. ماشي، أولا صاد ما شاء الله محتاج حباية لقاح واحدة، يبقى ده عنده بذرة واحدة. تعال نشوف صوت. ذرة لا، ده فيها بذور كتير، بسلة فيها بذور كتير. المشمش ممكن والمشمش ممكن، يبقى الإجابة ممكن جيم وممكن د. طب بص لي على عين. عين ما شاء الله محتاج حبيتين لقاح، يبقى ده كده عنده كام بذرة؟ بذرتين. 2 بذرة. مين اللي عنده بقى شيرة 2 بذرة؟ الفول السوداني. فول لو انت معاك فول سوداني بتفتحه بتلاقي فيه ايه؟ وحدتين فول سوداني. يبقى الإجابة خلاص جيم. طبعا ما شاء الله س محتاج 6 حبوب لقاح، يبقى ده محتاج 6 بذور. 6 بذور يعني انت لو فتحت قرن البسلة بتلاقي فيه بذور كتير. تمام، يعني برضو السؤال ده عايز يقول لك ايه؟ ان عدد البذور يساوي عدد البويضات يساوي عدد حبوب الايه؟ اللقاح. والله يا جماعه الافكار كلها مكرره بشكل غريب. كم عدد الثمار والبذور الناتجه من رش كربلاء تحتوي على سبع بويضات محاطه بالاغلفه احاطه تامه بحبوب اللقاح من نفس النوع؟ ركز بقى معايا عشان الكلام ده خطير جدا. تاني، كم عدد الثمار والبذور الناتجة من رش كربلة تحتوي على 7 بويضات؟ يبقى هنا في كربلة اهي، جواها كام بويضة؟ 1 2 3 4 5 6 7. 7 بويضات. ال7 بويضات دول محاطة بالأغلفة إحاطة تامة.
هنرشها بايه بقى، او هنعملها اخصاب بايه بقى، او نرشها بايه؟ بحبوب لقاح. ثانيه بس، ادام البويضات محاطه احاطه تامه، يبقى معنى كده مش هيحصل اخصاب. لان الاخصاب لازم يبقى البويضه يا جماعه فيها فتحه اسمها فتحه ايه؟ النقير. فتحه النقير دي اللي كان بيحصل منها اخصاب. طب دلوقتي بقى ما شاء الله البويضات كلها متحوطه، هل في نقير؟ يبقى هل في اخصاب؟ يبقى كده كده بيقول لك ايه؟ ما فيش اخصاب. بس يلا ما فيش اخصاب، يبقى ما فيش بذور، يبقى دي ثمرة بدون بذرة. يبقى عدد الثمار ثمرة بدون بذرة صفر، يبقى الإجابة جيم. كأنه بيسألك على الإثمار العذري. يتم الإثمار العذري برش كربلة بخلاصة حبوب اللقاح في إثير كحولي والكلام اللي احنا شرحناه. ثمرة بدون بذور. سؤال 384. اي البدائل التاليه يمكن استنتاجها من دراسه الشكل المقابل؟ اولا الشكل ده يا جماعه بيتكلم هنا عن الاندوسبيرم. الاندوسبيرم هنا كان ثابت، من عند النقطه دي ابتدى الاندوسبيرم يستهلك. يعني من النقطه دي ابتدى الجنين ياكل، يعني الجنين ابتدى يكبر من نهايه الفتره س، وبالتالي الاجابه د، يبدا انبات حبه اللقاح من نهايه الفتره س، لان عند الفتره س الاندوسبيرم ابتدى يقل، معنى كده انه تم استهلاك الاندوسبيرم. طب هو مين بيستهلك الاندوسبيرم؟ مش الجنين؟ يبقى من عند النقطه دي الجنين ابتدى يحصل له نمو. تقل للاندوسبرم في نهايه الفتره صاد، دي الفتره صاد اهو الاندوسبرم عمال يقل لان الجنين بياكلها، يبقى بسبب استهلاكه. بسبب ايه؟ استهلاكه. الشكل المقابل يوضح قطاع طولي لبويضه نبات زهري. اي التراكيب التاليه يكون القصره؟ نكتب مع بعض ونفتكر. تتصلب اغلفه البويضه لتكوين القصر. فين اغلفه البويضه؟ اللي هم دول، اللي هم اتنين، لان البويضه عندها غلافين. لو انت فاكر كنت برسم البويضه هي ادي بويضه، واعمل لك ادي غلاف وادي غلاف تاني. يبقى البويضه عندها كام غلاف يا معلم؟ اهم غلافين، اللي هم رقم كام عندك هنا في الرسمه؟ اللي هم رقم اتنين. يبقى الاجابه هتبقى طبعا الاجابه ب. الشكل المقابل يوضح قطاعا طوليا لمبيض نبات زهري. اي ممالي يشترك في تكوين غلاف حبه البذره؟ طبعا الحبه قلناها تتكو او تتصلب اغلفه المبيض مع البويضه لتكوين الحبه. المبيض واحد والبويضه اتنين، يبقى واحد واتنين، وبالتالي الاجابه طبعا هتبقى ج واحد واتنين. الجدول المقابل وضع خصائص ثلاثة نباتات، ماذا تمثل كل من س وصاد وعين على الترتيب؟ بص لي على نبات س، أزهاره نموذجية وذات غلاف زهري. طبعا بصوا الغلاف الزهري ده يا جماعة بنشوفه فيه نبات البصل ونبات التيولي. خلاص تمام. آه اللي بعده أزهاره ذات غلاف زهري، قلنا برضو يا إما بصل يا إما تيوليب. ويحد من النمو، يبقى ده تيوليب طرفية تحد من النمو. يبقى الأولى بقى أكيد مش هنختار تيوليب، الأولى هتبقى بصل بقى. يبقى كده الأولى دي بصل والتانية تيوليب. الإجابة الأولى بصل وتيوليب. بصل وده بصل، بس ده بيتونيا هنا تيوليب. يبقى الإجابة إيه بقى؟ الإجابة ألف، هي اللي فيها بصل وفيها تيوليب، هي دي الإجابة. إنما دي لأ أكيد، وليه لأ ودي لأ. ماشي. 388 ما شاء الله. بص لي على الرسمه دي كده. التراكيب الناتجه عن حدوث الاخصاب المزدوج. فين التراكيب اللي حصل فيها او الناتجه عن حدوث الاخصاب المزدوج؟ طبعا في الاخصاب المزدوج يا جماعه رقم واحد بيتكون بذره، وبيتكون نسيج اسمه نسيج الايه بقى؟ الاندو ايه؟ الاندوسبرم. خلاص. طبعا السؤال ده جه ما شاء الله دور اول اهو، دفعه 2023. خلاص كده ماشي. البذره اللي هي من وراها اللي هي رقم أربعة. خلاص. والبذره حواليها نسيج مغذي اللي هو مين؟ رقم كام؟ ثلاثة. يبقى الإجابة هتبقى ثلاثة وأربعة. السؤال اللي بعده. ادرس الشكل الذي أمامك الذي يوضح كل من زهرة وثمرة التفاح. أي البدائل التالية تعبر بشكل صحيح عن أصل الأجزاء؟ س. س اللي هي مين يا ولاد؟ س اللي هي رقم 9. دي الساق القصير اهي، هي فوق شايفها اهي س 9. يبقى انا هبدا الاول بالف، دي الف وبيشطب عليها، يبقى الاجابه يا اما ج يا اما ايه؟ يا اما د. طب هو عايز مين؟ عايز صاد. صاد ده مين؟ التخت اهو، ده الحته اللي احنا بنقطمها، مش دي ثمره كاذبه يتشحم فيها التخت. صاد فين التخت؟ التخت اللي هو رقم كام؟ رقم واحد. يبقى 9 و2 لا، يبقى صاد رقم واحد، يبقى الاجابه هتبقى د. اي مما يلي يعتبر بقايا زهريه تظل متصلة بالثمار س وصاد بعد نضجها؟ اه طبعا الحتة اللي انتوا شايفينها دي ده الكأس، دي في البسلة. طب شايفين الورق الملون ده؟ ده التويج. تويج اسمه ايه معلش؟ بتلات. وكأس اسمه ايه؟ سبلات. يبقى البتلات في س والسبلات في صاد. يبقى الإجابة تبقى د، البتلات في س والسبلات في ايه؟ في صاد. 391. الله.
من خلال دراستك للصورتين التي أمامك، أي الأحرف يمثل الغلاف الثمري؟ الغلاف الثمري، طبعا الغلاف الثمري اللي هو الغلاف اللي بره ده اهو، ده الغلاف اللي بره ده اسمه غلاف ايه؟ ثمري. اللي مشاورين عنه بالحرف مين؟ سي، يبقى سي في البسله، ده كده اسمه غلاف ايه؟ ثمري. طب بص لي على الطماطمايه، يلا غلاف الثمره فين؟ اهو 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 اهو، اللي هو مين برضو؟ سي. يبقى اللي مشاورين عليه سي ده اللي بره اهو غلاف الطماطمايه، يبقى الاجابه جيم. سبحان الله، سي في الطماطم وسي في البسله، يبقى الاجابه سي سي. ماشي كده. 392، اي التراكيب التاليه ناتجه من انقسام ميتوزي؟ ميتوزي، ماشي ركز، ناتجه من انقسام ايه؟ ميتوزي. حلو. وتكون نسيج مغذي يستمر حتى انبات البذر. طبعا النسيج المغذي يقصد بيه نسيج الاندوسبيرم. السؤال اتفتح، النواتان القطبيتان بيتحدوا مع النواه الذكريه ويكونوا نسيج الاندوسبيرم. حلو. يبقى الاجابه طبعا هتبقى مين؟ الاجابه ب. ما وجه الشبه بين بذور الفول وحبوب الذرة؟ بص يا جماعة، يقول لك بذرة، يقول لك حبة، كلهم جايين منين؟ من بويضة. واهم حاجة يا جماعة ان هنا يكون في فتحة اسمها ايه يا معلم؟ النقير، دي اللي بيخش منها المية وبيحصل منها الاخصاب وبيحصل منها كل حاجة. يبقى بيحتوي على نقير يمر من خلاله الماء عند الانبات. يبقى البذرة برضو لازم يبقى فيها فتحة اسمها نقير اللي بيعدلها المية عشان البذرة تكبر. بالتالي الاجابة هتبقى ايه؟ الاجابة الف. امامك نوعان مختلفان من البذور، بذرة A وبذرة B. حلو. ما أهم ما يميز البذرة A عن البذرة B؟ والله يا ابني، اللي بيميز A عن B إيه؟ تعال نشوف B كده، ادي جنين وحواليه نسيج مغذي، صح كده؟ ده نسيج ايه؟ غذائي. تمام. وهنا برضو في نسيج غذائي. وعايز اللي بيميز A عن B، وجود النيوسيلا؟ لا، الاتنين عندهم نيوسيلا. اختفاء النيوسيلا؟ قلنا لا. طب بص لي، وجود الاندو سبيرم، ركز معايا ثانية واحدة، صوت واضح كده تقريبا؟ اه ماشي. يبقى وجود الاندو سبيرم ولا اختفاء الاندو سبيرم؟ طبعا لا، انا شايف ان انا الجنين ما شاء الله حواليه على طول اهو ما شاء الله هنا غذاء اللي اسمه الاندو سبيرم. يبقى طبعا الايه ما عندوش الاندو سبيرم، مختفي مش موجود. يبقى الاجابه تبقى طبعا جيم، اختفاء الايه؟ الاندو سبيرم. حد يقول لي ليه؟ طبعا ان دي اولا بذور ذات فلقتين اهو، فلقه وفلقه، ودي بتستهلك الاندوسبرم. تمام، بتستهلك الاندوسبرم عشان دي ذات فلقتين، انما دي كلها على بعضها ذات فلقه ايه؟ واحده. يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ ج. ما شكل قرون البسله الناتجه من معامله الازهار بمسحوق حبوب اللقاح؟ يعني هنا تم طحن حبوب اللقاح، يعني ده اسمار ايه؟ عذري. يعني اسمار عذري يعني ثمره بدون بذره، وبالتالي طبعا الاجابه هتبقى الف، فارغه من البذور. حلو. إذا تمت زراعة نبات القمح في شهر فبراير ومارس، يحدث له نمو خضري فقط. يعني إيه نمو خضري فقط يا ولاء؟ يعني بيكبر من غير ما يبقى فيه بذر. ما الوسيلة التي يمكن أن تحفز هذا النبات على تكوين الأزهار والثمار؟ طبعا إن إحنا نعمل له إضمار إيه؟ عذري، يعني نرش النبات بمحلول اسمه إيه؟ أندول حمض الخليج أو نفسول حمض الخليج. السؤال ده جه دور تاني وقع ناس كتيره. دي برتقانايه والرسمه ما فيهاش بذور، يبقى الثمره بتاعت البرتقال ما فيهاش بذور. يعني إيه ما فيهاش بذور؟ يعني تلقيح بدون اخصاب. ما انا فهمتك بقى، كلمه تلقيح يعني ثمره، كلمه اخصاب يعني بذره. انا بقول لك الثمره ما فيهاش بذر، يبقى تلقيح بدون اخصاب. دي مزايا، بس مزايا فيها بذور، مزايا فيها بذور. موزة يعني ثمرة، ثمرة يعني ايه؟ تلقيح. بذور يعني اخصاب. يبقى هنا حصل تلقيح وحصل اخصاب، وبالتالي الاجابه ايه؟ حدوث تلقيح يليه اخصاب. ما النتائج المترتبه على وضع الجزء س؟ س دي القمه الناميه. القمه الناميه فيها ايه؟ اندول حمض الخليج. كانوا بيقول لك ايه؟ تخيل انا حطيت هنا اوكسينات، الاوكسينات يا اولاد بتحفز المبيض انه يكون ايه؟ يكون ثمره، ولكن ده اسمه عذري ايه؟ يعني ثمره خاليه من البذور. هل انت شايف هنا في انبوبه؟ هل انت شايف في هنا حاجه دخلت جوه النقير؟ مفيش حاجه يا ابني، وبالتالي دي ثمره بدون اخصاب، يعني ثمره بدون بذور، وبالتالي الاجابه طبعا هتبقى ب، تكون ثمره تخلو من البذور. اكتب كده جنبها اسمار عذري. يلا يا ولاد، السؤال ده جه دور اول دفعه 22 اهو. الرش، واحنا خدنا حاجه في الرش يا ابني غير رش مياسم الازهار بخلاصه حبوب اللقاح مطحونه في اسير كحولي فتكون ثمره خاليه من البذور؟ يبقى رش ماده س اللي هي اندول حمض الخليج او حبوب اللقاح على المبيض فكون مين؟ ثمره، ولكن الثمره بدون بذره عشان ده اسمار عذري. يبقى الاجابه تبقى د، تنبيه الاعضاء التناسليه لتكوين الثمره، واكتب جنبها كده خاليه من البذور. 401، هنا في بذره، هنا مفيش بذرة. يبقى هنا دي ثمرة أولا كاذبة، بس حصل لها تلقيح
وهي اخصاب. انما دي ثمره كاذبه عملت تلقيح بدون اخصاب، اتحلت. يبقى طبعا هنا الاجابه هتبقى د، ثمره كاذبه ومعاها اخصاب. ليه اخصاب؟ عشان هنا في ايه؟ بذر. انما دي هتبقى الاجابه ج، ثمره كاذبه ناتجه من اثمار عذري. يعني إيه اثمار عذري؟ يعني مفيش اخصاب، ثمره خاليه من البذور. ادرس الشكلين المقابلين جيدا ثم اجب ما نتيجه حدوث العمليتين الموضحتين في الشكل الف وب. والله يا ابني الشكل الف حبايه لقاح واحده، يبقى هيطلع بذره واحده. طب الشكل ب قمه ناميه، يعني ايه قمه ناميه؟ اوكسينات. هل هنا في حبوب لقاح؟ لا. هل هنا في اخصاب؟ لا. يبقى دي هنا مفيش بذور، بدون بذور. يبقى الثمره دي فيها بذره، انما دي ما فيهاش. يبقى الاجابه هتبقى ج، ينتج عن الشكل الف ثمره فيها بذره، انما الشكل ب ثمره بدون بذره. ليه بدون بذره؟ عشان هنا حط ايه؟ ماده اسمها اندول حمض الايه الخليج او الاكسينات. اي البدائل تعبر عن نتائج رش. تمام. مياسم ازهار البطيخ مبكره التسكير باندول حمض الخليج. اه. بيقول لك ايه؟ ما اي البدائل التاليه تعبر عن ايه؟ نتائج رش ميسم. يبقى جبت الميسم اهو، ده الميسم. هرش عليه ايه؟ مياسم ازهار البطيخ مبكره التسكير باندول حمض الخليج. يعني إيه بقى مبكره التسكير؟ يعني في حاجه نضجت قبل التانيه. بس يعني المبيض يا معلم كده، المبيض ما نضجش. ما هو يعني إيه مبكره التسكير؟ مش احنا قلنا يا جماعه شرط حدوث الاخصاب والتلقيح والكلام ده نضج الاعضاء الجنسيه معا؟ انما هنا بقى في واحد نضج قبل التاني. مبكره التسكير يعني إيه مبكره التسكير؟ يعني معلش المتق نضج والمبيض لا. مش المبيض هو اللي بيكون ثمره؟ المبيض هو اللي بيكون ثمره. طب دي مبكره التسكير، يعني المبيض ما نضجش، وبالتالي لا تتكون ثمره بطيخ لعدم نضج المبيض. واكتب معايا كده شرط حدوث تلقيح نضج الأعضاء معا. صح ولا لا؟ تمام. يبقى كده الإجابة هتبقى ج. حد عنده أي مشاكل؟ كده الحمد لله أسئلة النباتات السرية خلصت على خير. أشوفكم على خير في المحاضرات الجاية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.